الشيخ يوسف القرضاوي اللي بيخرج علينا تقريبا كل أسبوع بمفاجآت وبفتاوى وتصريحات غريبة. الغرابة في هذا الفتوى خليني أقول أنها بتمس شباب الدولة الحاضنة له وهي دولة قطر. القرضاوي بيقول أنه شباب قطر أو بيدعو شباب قطر أن ينضم إلى تنظيم داعش. تعالوا نشوف. ضموا إليه بعض الشباب، حتى بعض الشباب أعرف من قطر يعني من غير العرب انضموا إليهم، أنهم يعني يقولونهم أنهم تقاتلون في سبيل الله وتقاتلون الكفار ويكفرون المسلمين ويقتلون من أهل الذمة من لا يستحق القتل، وهذه المشكلة الكبرى. فنحن نقاوم هذا الغلو، أن الغلو ده الذي يضيع المسلمين. ولا معنى أن يقوموا جماعة ويطلبوا الخلافة. الخلافة لا تأتي بهذه الطريقة، إنما تأتي حينما تتجمع مجموعة بلاد إسلامية تحكم بالشريعة وتميل إلى الإسلام وتريد أن يجتمع بعضها مع بعض ويكون بينها نوع من الخلافة. ليس من الضروري أن تكون مثل الخلافة الإسلامية الأولى، لا، ممكن في اتحاد فيدرالي، اتحاد كونفدرالي، يعني نعمل اتحاد أول زي الأوروبيين كده ويتطور شيئا فشيئا وهكذا. يعني الآن في اتحاد يعني صيني 1500 مليار و500 مليون صيني. طيب، واضح انه في ردود فعل سريعه على فتوى القرضاوي او دعوه القرضاوي للشباب للجهاد. مفتي السعوديه قال انه يجب على الشباب الا ينساقوا وراء دعاوى الجهاد التي يطلقها اناس ينتهجون مبادئ منحرفه، وداعش العدو الاول للاسلام. ده كان رد مفتي السعوديه ربما تعليقا على فتوى ودعاوى القرضاوي.